وحاولي تملي يومك، ما تخليش أفكارك تسيطر عليكي، لأن احنا دايما لما بنبقى في ضغط من الحياة وبنبقى متلخبطين، بتبقى أفكارنا دايما سلبية وبتسيطر علينا. أهلا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير في ظل الظروف اللي بتحصل واللي العالم بيمر بيها واللي إخواتنا بيمروا بيه. نحن لا نملك إلا الدعاء، فبجد ندعي لهم كتير قوي. إخواتنا محتاجين دعواتنا، لأن بصراحة الحياة أصلا بقت صعبة قوي. فنحن لا نملك إلا الدعاء في ظل بقى إن الحياة صعبة والأمور صعبة والحياة تقيلة شوية وبتخبط فينا وإحنا متلخبطين وفي حاجات كتير مش مفهومة. الحقيقة إن الكلام ده إحنا بنقوله كتير لنفسنا، بس إحنا اللي بنعقد الأمور على نفسنا، وإحنا اللي دايما تفكيرنا سلبي وكل حاجة سلبية، رغم إن في حاجات صغيرة وبسيطة ممكن نعملها تساعدنا كتير قوي وتسهل علينا حياتنا. لكل بنت حاسة إنها محتاجة ترتاح، تهدى، تفهم نفسها بشكل أعمق وأفضل، وتعيش حياة أبسط وأسهل. فالفيديو ده ليكي وأنا راغدة، وده كلام أعتقد من القلب هيساعدك تحبي نفسك أكتر وتفهمي نفسك بشكل أعمق. وعلشان ما أطولش عليكم، هقول لكم النهاردة على 10 نصايح تمشوا عليها وتعملوها في حياتكم وتخلوها جزء من حياتكم، هتساعدكم جدا وإنها تغير وتسهل حياتكم. وبجد يا جماعة الكلام ده يعني مش كلام وبس، ده عن تجربة حقيقي. الحاجات دي فرقت جدا معايا، وأنا شخصيا بقيت بعملها بشكل يومي. وأول حاجة أقدر أقولها، فكري كويس قبل ما تردي. يعني خدي نفسك كده قبل ما تردي، لأن في مواقف وفي تصرفات بتحصل وإحنا بنرد بسرعة، وبعدين بنقعد نفكر نقول طب إحنا ليه رضينا كده؟ كان ممكن نرد بطريقة تانية، كان ممكن نتعامل بطريقة تانية. فعلشان كده خدي وقتك، ادي نفسك ثواني قبل ما تفكري تردي، لأن التصرفات والقرارات اللي بناخدها بسرعة ممكن تبوظ كل حاجة. لكن العقلانية هي اللي بتبني احترامك لنفسك. فعلشان كده خدي وقتك قبل ما تردي، فكري كويس في كل خطوة وكل تصرف هتعمليه قبل ما تعمليه. تاني نقطة، مش لازم تكوني مثالية علشان تعملي كل حاجة. بجد المثالية والكمال لله وحده. مش لازم تبقي مثالية علشان تبدأي. المثالية سجن حقيقي بتحوطي نفسك بيه. مش لازم كل حاجة تكون 100% مظبوطة علشان تبقي ناجحة. ابدأي حتى لو انتي مش كاملة، ابدأي، لأن التحسن بيجي من الاستمرارية مش لما تبقي كاملة. تالت وأهم حاجة، ودي بجد ساعدتني جدا، إن أبني احترام لنفسي. اتعلمت أقول لأ. اتعلمت أقول لأ وأنا مرتاحة مبسوطة من غير ما أحس بأي ذنب أو أي إحراج. اتعلمت أقول لأ لأن ده حقي. حقي أرفض الحاجة اللي مش مناسبة ليا. حقي أقول لأ لما التصرف ده ما يعجبنيش. حقي أقول لأ لما حد يعاملني بطريقة مش كويسة. حقي أقول لأ ده مش مناسب ليا. إنك تقولي لأ ده مش وقاحة، ده تقدير واحترام لنفسك. رابع وأهم، هما كلهم مهمين، أنا هفضل أقول أهم حاجة كده. رابع نقطة، حددي أولوياتك. حقيقي لما بدأت أحدد أولوياتي، حياتي بقت منظمة أكتر. بقيت فاهمة كويس أنا بعمل إيه بالتحديد لما حددت أولوياتي، لأن مش كل حاجة مهمة في نفس الوقت. إحنا عندنا أولويات، لازم نحط أولويات كده. فاسألي نفسك يوميا إيه أهم الحاجات اللي لازم أعملها. لما تحددي أولوياتك ده هيساعدك جدا إنك تخرجي من دايرة التشتت وتفهمي أنت عايزة إيه بوضوح. خامس نقطة، آه، مكانك الخارجي بيعكس حالتك النفسية والداخلية. من وجهة نظري بجد إن مكانك والمكان اللي أنت فيه بيعكس حالتك النفسية. فرتبي مكانك هتلاقي عقلك بيترتب. ما احنا مش معنى إن حالتنا النفسية مدمرة وزي الزفت فاحنا كل حاجة هتبقى زي الزفت. لأ، رتبي مكانك بجد، هتلاقي عقلك بدأ يرتب نفسه.
حقيقي كل خطوة ترتيب بتحصل وبتعمليها بترجعلك بخطوة هدوء وسلام داخلي. سادس نقطة ودي اللي هفضل أقول عليها طول عمري وطول حياتي: احمي نفسك من العلاقات التوكسيك. احمي نفسك من العلاقات السامة، العلاقات اللي بتستنزفك وبتستنزف طاقتك وروحك. مش كل الناس تستاهل إنها تكون قريبة منك، مش أي حد يستاهل إن هو يدخل حياتك بسهولة. فاحمي نفسك من العلاقات دي بجد، لأنها بتستنزف طاقتك وبتستنزف روحك. سابع نقطة: اتكلمي مع نفسك واحكي لنفسك حاجات حلوة، قولي لنفسك كلام إيجابي، قولي لنفسك كل يوم كلام إيجابي. لما تبقي إيجابية هتلاقي طاقتك إيجابية، عقلك إيجابي بيفكر بطريقة إيجابية، لما بيحصل موقف بتحلليه بطريقة إيجابية. لأن الكلام اللي بنقوله لنفسنا أهم بكتير من أي كلام بنسمعه من العالم. وفي النقطة دي كمان حابة أقول إنك مش تتكلمي بس مع نفسك بطريقة إيجابية، حاولي تملي المكان اللي أنت فيه طاقة إيجابية. اتكلمي مع الناس اللي قدامك بإيجابية كمان، خليهم يفكروا بإيجابية. وكمان لما تشوفي حاجة حلوة، لما تشوفي شخص ناجح كويس، حاولي تقولي له كلام إيجابي وما شاء الله، وخلي كلامك دايما حلو. تامن نقطة: حاولي تخلي في يومك حاجة لنفسك، وقت لنفسك. اعملي حاجة بتحبيها، اعملي مشروب بتحبيه، جربي تعملي أكلة جديدة، اتعلمي حاجة جديدة. خلي دايما في وقت لنفسك، لأن ده بيساعدك تكتشفي نفسك أكتر وتعرفي انت بتحبي ايه، بتكرهي ايه، ايه المهارات اللي عندك، لأن الحاجات دي هي اللي بترجعلك طاقتك الداخلية. تاسع نقطة ودي مقربة جدا لقلبي: قولي مشاعرك بوضوح. ما تحاوليش تكملي وانت بتمثلي انك كويسة وفي افضل حالاتك. لما تبقي متضايقة اعترفي انك متضايقة، لما تبقي مخنوقة وحاسة الدنيا ضاقت بيكي اعترفي بكده، لكن ما تكتميش ده جواكي وتمثلي انك بخير وتكملي. لان الانكار بيستهلك طاقة رهيبة جدا، والاعتراف بالمشاعر هو اول طريق للسلام. آخر نقطة رقم 10: حاولي كل يوم تاخدي خطوة صغيرة اتجاه أهدافك. طبعا انت بعد ما حددتي أولوياتك هتقدري تحددي أهدافك بوضوح وتعرفي انت عايزة تعملي ايه كل يوم. ومش لازم تعملي كل حاجة مرة واحدة، انت كل يوم اعملي خطوة صغيرة توصلك لهدفك اللي عايزة تحققيه. ومش لازم تنجزي كل حاجة في وقت واحد في يوم واحد، كل خطوة صغيرة بعد سنة هتكتشفي إنك وصلت لمرحلة ما كنتيش تتخيلي إنك توصلي لها. فبجد النصايح دي حقيقي تبان من بره إنها حاجات عادية جدا، بس في الحقيقة لو ضفتيها لحياتك وليومك هتكتشفي إن يومك بقى بيعدي بشكل أسهل، بقى بيعدي بطريقة أهدى وأوعى. وحاولي تملي يومك، ما تخليش أفكارك تسيطر عليكي، لأن إحنا دايما لما بنبقى في ضغط من الحياة وبنبقى متلخبطين بتبقى أفكارنا دايما سلبية وبتسيطر علينا. هنحاول نملى يومنا بحيث إن الأفكار دي ما تسيطرش علينا، إحنا اللي نسيطر على الأفكار. لما يبقى يومك مليان ومشغول مش بتلحقي تفكري أصلا، انتي يا دوب بتكتبي التو دو ليست بتاعتك في بداية اليوم وخلاص. يومك بيبقى مليان، مش بتبقي فاضية حتى تفكري في حاجة سلبية. وبجد بجد نصيحة نضيفها دلوقتي: يا ريت تقومي بدري. عن تجربة حقيقي بجد متعة، بتحسي إن يومك مليان وفيه بركة مش طبيعية. إنك تقومي بدري تبدأي يومك من بعد الفجر كده الساعة 5، حقيقي نفسيا بيبقى فيه راحة مش طبيعية. ولو وصلتي لآخر الفيديو اعرفي إنك قوية، وإنك بتاخدي خطوات حقيقية اتجاه حياة أسهل وأجمل. فحاولي تخلي النصايح دي مش بس كلمات بتتقال، حاولي تخليها أسلوب حياة. ولو وصلتي لغاية هنا فيا ريت تشاركي الفيديو ده مع صاحبة، صديقة، أخت حاسة إن هي محتاجة الكلام ده، شاركيه معاها. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، وعلشان نكمل رحلتنا مع بعض، رحلة التغيير وازاي توصلي لأفضل نسخة من نفسك. أنا راغدة، وأوعدك إن كل فيديو هيكون خطوة جديدة عشان تحبي نفسك أكتر وتعيشي الحياة اللي فعلا تستاهليها وتستحقيها. وأشوفكم في الحلقات الجاية. مع السلامة.